بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى نتحركم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس أمرا نشترك في القناة بعد إذن حضراتكم. النادي الأهلي طبعا كلنا شفنا المباراة، واللي ما شافش المباراة يحمد ربنا لأن المباراة كانت حاجة مؤذية للعين يا جماعة. حرفيا والله كانت مباراة مؤذية للعين. النادي الأهلي لم يقدم شيء، يعني بفضل الله وبفضل دعوات الجماهير فزنا وخدنا الثلاث نقاط، وده أهم من أي حاجة. ده أهم من أي حاجة. أنت في وقت يعني مش متحمل أي حاجة، تفوز بالثلاث نقاط، ده أهم من أي حاجة، أهم من الأداء نفسه، أهم من الأداء نفسه. ولكن أنت فايز 1-0 بالعافية، وأداء غير مقنع بالمرة، أداء باهت جدا 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 فوق ما تتخيل. تشكيل غلط، تغييرات غلط، كل حاجة غلط في المباراة، كل حاجة غلط. وحكم ضعيف جدا، مش عارف جايبينه من أنهي داهية ده. أنا مش عارف جايبينه من أنهي داهية، والله ما عارف الحكام المصريين دول بيجوا منين. مش هو ده بس، ده التحكيم المصري كله بعافية. التحكيم المصري محتاج يتفور. الناس دي محتاجة تدرس يعني تحكيم من أول وجديد يا جماعة. محتاجة تدرس تحكيم من أول وجديد والله. ما شفتش حكم مصري عليه العين والله. كلهم نفس الدماغ، كلهم نفس الدماغ، نفس السيستم. ده باختصار يعني بالنسبة للتحكيم. ولكن أنا قلت وما زلت بكرر، كله بيتجامل، الكل بيتجامل. مش بتكلم على الفرقه بعينها، مش بتكلم على الاهلي بس، مش بتكلم على الزمالك بس، مش بتكلم على بيراميدز بس. كل الفرق بتتجامل. اهلي بيتجامل. شوف انا اهلاوي وبقول لك فرقتي اول فرقه بتتجامل. الزمالك بيتجامل، ايوه الزمالك بيتجامل. بيراميدز بيتجامل وده اكترهم. محدش يقول لي حاجه غير كده. وجهه نظري، كل واحد حر في وجهه نظره. وجهه نظري، بيراميدز اكتر فرقه بتتجامل في الدوري. عايزين ينجحوها عافية. نادي بيراميدز عايزين ينجحوها عافية عشان الاستثمار يا بيه، عشان الاستثمار. نادي بيراميدز عايزينه ياخدوا الدوري عافية، عايزينه يكسب وياخد بطولات محلية أو مصرية عافية. دي وجهة نظري واللي أنا شايفه، كل واحد حر في وجهة نظره. أكتر فرقة بتتجامل بيراميدز ونادي الزمالك. لو الأهلي هنتكلم، ولكن بيراميدز لا، ده بيراميدز ده ابن عمنا، ده بيراميدز ده الفرع التاني بتاعنا. وبيراميدز أكتر فرقة يعني مفضيه نجومكم والله وبتضحك عليكم. في بعض من الجماهير نادي الزمالك فاهمه كده، ودول انتوا على راسي. والبعض مش فاهم كده او مش عايز يقتنع بكده، وبيسمعوا بقى الكابتن رضا عبد العال والجماعه اللي هم ايه، بيطلعوا يهللوا دول. دول انا ماليش دعوه بيهم، دول انا ماليش دعوه بيهم. ولكن في ناس محترمه زملكاويه عقلانيين، فاهمين وعارفين ان نادي بيراميدز هو اكتر نادي اذى نادي الزمالك. هو اكتر نادي اذى الزمالك، خد مكانك، مش عارف تروح دوري الابطال بسببه. وانت دلوقتي اللي بتروح مكانه في الكونفدراليه بياخد منك اللي هو عايزه، وبيدي لك اللعيبه اللي هو مش عايزها. فاكتر نادي ضحك عليك، اكتر نادي ضحك عليك. هو مش خد مكان الاهلي، لا، الاهلي بيشارك، الاهلي بياخد الدوري، الاهلي بياخد دوري الابطال وبيروح دوري الابطال. ولكن انت فين؟ 3 سنين على التوالي انت مش عارف تشارك في دوري الابطال، مش عارف تروح دوري الابطال عفوا، بسبب نادي بيراميدز. اللي انت بتسكت على حاجات بتحصل معاه. طب ليه؟ ما هو نادي بينافسك برضه، ونادي انت اتأذيت بسبب وجوده. كان فين نادي بيراميدز ده والزمالك بيروح يشارك في دوري الابطال؟ كان فين؟ ما كانش موجود، ما كانش في حاجه اسمها بيراميدز. او كان بيشارك في الكونفدراليه ونادي الزمالك كان بيروح مع النادي الاهلي في دوري الابطال. كان فين؟ خليكوا بقى ناس عقلانية، ده بالنسبة لجماهير نادي الزمالك ومش كلهم. دي للناس اللي مش عايزة تفهم ان نادي بيراميدز ده اخد مكانك، مش اخد مكان الاهلي. لو خد كل يوم بطولة، هو مش خد مكان، هو ما خدش مكان الاهلي. هو هيروح فين للاهلي؟ الاهلي محتاج يقفل 100 سنة عشان نادي بيراميدز ده يعمل التاريخ اللي الاهلي عمله. انا بروح دوري الابطال، انا باخد الدوري،
انا بيراميدز مش مانعني في حاجه بالنسبه للبطولات، فما خدش مكاني، هو خد مكانك انت مش عارف تروح دوري الابطال. في بطولات الاهلي كان بيخسرها كنت نادي الزمالك كان بياخدها، كاس مصر، كاس السوبر المصري. انت دلوقتي هو اللي بياخد الكلام ده وانت تركنت. ده باختصار يا جماعه، ودي وجهه نظري، مش بتكلم بحكم ان انا اهلاوي، لا والله. فالناس اللي مش قادره تفهم او مش عايزه تفهم ان بيراميدز خد مكانكم، لا، بيراميدز خد مكانكم. ومجلس الاداره بتاع نادي الزمالك اللي هو اصلا مش معانا على الخريطه اصلا، ونايمين متغطيين كده ونايمين، حابين ان هم يوصلوا للجماهير ان الاهلي اي حاجه، الاهلي هو السبب في القيد 11 قضيه لحد دلوقتي 11 ايقاف قيد. الاهلي هو السبب. سحب ارض اكتوبر، الاهلي هو السبب. مش عارف ايه، الاهلي هو السبب. خسرنا ما اعرفش فين في الكونفدراليه ولا في الدوري، الاهلي هو السبب. وناس تانية، مش مجلس الاداره بس، لا، في ناس تانية، ناس بيطلعوا على الاعلام، في الاعلام الناس دي محتاج يتحلل لها قبل ما تطلع على الاعلام. يكونوا يعني مش الواحد مش عايز يقول بقى كلام ايه ملوش لازمه، لكن الناس دي محتاجه يتحلل لها حرفيا قبل ما تطلع تتكلم في الاعلام. اللي هم بيتكلموا بحكم ان احنا بندور على حق الزمالك، لا، الناس دي بتسعى للريتش يا جماعه. الناس دي بتسعى انها يعني تجمع مشاهدات، تطلع ترند، لا اكتر ولا اقل. والله ما يهمهم نادي الزمالك، تاني والله ما يهمهم نادي الزمالك. ده وجهة نظري وده باختصار. ويعني مش عايز اطول عليكم، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم.